هاي، عاملين ايه؟ انا النهارده هعمل فاهيتا فراخ. اول حاجه انا حطيت زبده وحطيت زيت وبحمر البصل دلوقتي. المفروض يوصل كده يبقى لونه بني، بس مش قوي، يعني يبقى ذهبي غامق، يعني ما يوصلش لمرحله البني الغامق، لا يعني يبقى ذهبي. بصوا يا جماعه، انا حطيت كده فلفل مع البصل عشان انا يعني حاباها تكون سبايسي. بس ده يعني حسب الرغبة، طبعا اللي حاببها سبايسي يحط. في برضو ممكن نحط فلفل الوان، بس انا مش عندي، فعادي ساعات بعملها كده من غير فلفل الوان وبتطلع حلوة برضو. انا كده حطيت الفاهيتا الفراخ يعني بس يعني بشوحها مع البصل والفلفل. طبعا الفراخ دي يعني مغسولة ونظيفة. دلوقتي بقى هحط البهارات. اول حاجة معايا ملح، فلفل، بهارات، ده بصل باودر، توم باودر، كمون، اخر حاجة خالص معايا قرفة، رشة قرفة بسيطة جدا. كمان هحط زعتر، مش كتير، رشة زعتر صغيرة. في حاجة كمان انا هحطها، يعني للي حابب يحطها، دي بابريكا مدخنة. رشة كده خفيفة. انا كده حطيت كوباية مية. تمام. دي الكوباية التانية. طبعا هنغطي بقى عليها تستوي بس، وهرجع لكم تاني. انا كده بعمل رز بسمتي. اول حاجة حطيت زيت ومكعبين زبدة، وهحط الرز بس. طبعا معايا
زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت الرز البسمتي. انا بغسله مش بنقعه. بس دلوقتي بقى احط الملح. كده انا حطيت الميه بعد ما شوحت الرز كده شويه مع الملح. حطيت انا كده حاطه 3 كوبايات رز بسمتي. بياخد 6 كوبايات ميه. لكل كوبايه رز كوبايتين ميه. بس دلوقتي حطاه بيغلي. اول بس ما يغلي كويس وكده هوطي عليه النار وهسيبه على نار هاديه يستوي. بصوا كده معايا الفاهيتا خلاص استوت. هستنى بقى الرز يستوي وهقدم لكم الفاهيتا مع الرز. دلوقتي بقى الفاهيتا والرز خلصوا. بصوا كده معايا. حلوة جدا، جربوها.